السلام عليكم. اليوم خطط للجليتشات. يعني شنو خطط للجليتشات؟ يعني خطط للجليتشات يعني أول ما تبدي الطابة يمك أنت تقهوى. قبل ما نبلش لا تنسى زر اللايك والاشتراك تفعيل جرس الإشعارات. الخطة الأولى حتى نجيب هاي الخطة كل ما عليك تطبع على تغيير تشكيل وراح تختار 4 1 2 3. بس راح نجي هذولي الثلاثي تحطها أجنحة مهاجمين عادي، يعني مو هيجي لا، تقدر تحطها أسفل وتقدر تحط أجنحة اللي هو LW RW. عندك هنا هذولي إذا واحد منهم تحط CMF فيخرب الوجه. تحتاج اثنيناتهم صانعين اللعب اللي هو AMF. هنا DMF CMF عادي، بس أنا راح أشوف CMF ونشوف نعمل نجرب CMF بس يمكن يصير. وهذول هاي ما عليه. هسه نروح نشوف مثل ما قلت CMF DMF عادي. انت تطيه هنا، تطيه لهذا، تطيه لهذا وراح يفرغ لك وراح تقول. وهاي كل ما بالسالفة تنطي هنا. بس هاي على اليمنى تكون فارغة. يعني شنو فارغة؟ يعني شنو فارغة؟ يعني المهاجم ما يتقدم. اوكي، يعني المهاجم ما يتقدم، مرة يتقدم ومرة ما يتقدم. يعني على اليسرى أو على اليمنى يسبقه، فهي مرة يتقدم مرة لا. يمشون على خطة البيس للشي الثاني. تسوي الخطة الثانية يكون عليك هي تشكيلة 4 2 2. هذول يمكن تحطهم SS أو هاي عادي ما أعرف، بس أنا راح أحط اثنيناتهم SS وأريد أشوف إيش راح يصير. مشونا خلينا نجرب. وهذا شوف هنا ما أعرف إيش هذول ما علينا بيهم. تقدر هيك هذول ما أعرف نجرب. هذا يحتاج AMF، إذا مو AMF تخرب. يعني هو أهم شي بالجليتشات AMF. هذا عندك هنا ما أدري، بس كل الجليتشات يعني مو كلها AMF. نعم، الهجوم ما علينا بيه، الدفاع ما علينا بيه. هذا اللاعب اللي ورا الدفاع تحط DMF CMF ما علينا بيه، علينا بس الAMF. إذا تحط CMF تخرب. يعني آسف على الأصوات، كناغر عصافير الدنيا مقلوبة. مثل نسوي هيج انطي راح ينفرد وراح تقدر تسجل هدف بعد مرة. بس مو دائما، بس اسمه ما نجحت فيه. هي مرة تنجح مرة لا. هاي كل شيء هي هاي. اوكي يلا الخطة الثالثة حتى نجيبها يا عزيزي. نسويها شباب هيك تشكيلة. همنا علينا بالAMF، يمكن علينا بالAMF ما أعرف. هي تحط هنا DMF، يمكن AMF نفس الشي. حط أرم وراح نشوفه. يلا هسه نسوي هيك وهيك وراح أصير أسوي مرة. انقطعت التصوير وما شفتوها. يلا هي تطباص تنطي هي تريد تنطي وراح يفتح لك مجال وراح تسجل. وهنا عشان لا تنسى زر اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. مع السلامة.